السلام عليكم، اهلا بكم في درس جديد من دروس تعلم تي في. انا عمر واشم ودي قناه تعلم تي في. ان شاء الله النهارده هشارك معاكم كومنت جالي على احد الفيديوهات، قال لي يا عمر ايه الفرق بين الطموح وايه الفرق بين الشغف، لان انا عايز اعرف هل انا شغوف بالحاجه دي ولا طموح بالحاجه دي. ان شاء الله في الفيديو ده هقدر اجاوبك على السؤال ده. بس قبل ما نبدا حلقه النهارده ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان احنا قربنا على ال 200 سبسكرايب، وتقدر توصل الفيديو ده لحوالي بقى لو عايز يعني كرم منك 500 لايك. المهم النهارده ان شاء الله هشارك معاكم ايه الفرق بين الطموح وايه الفرق بين الشغف. السؤال ده دايما كنت انا بطرحه لنفسي، انا كعمر بطرحه لنفسي. يا عمر دلوقتي ايه الفرق بين ان انت تكون عندك طموح وايه الفرق يا عمر ان انت يكون عندك شغف؟ بس لفترة بسيطة لسه عارف الفرق بين الاتنين من فيديو من فيديوهات الناس يعني في تيدكس، الناس اللي بتحكي عن قصصها ومع الحاجات اللي زي كده، ان انا ازاي جبت شغفي او جبت طموحي. وهنا قال لك ان مفيش حاجة اسمها ان انت عندك شغف. هنا قال ان انت لازم يكون عندك طموح. يعني ما جاش واحد ناجح في الحياة قال لك ان انا شغفي كان كذا، لا جه قال لك ان انا طموحي كان كذا، طموحي في الحاجة دي اوصل لها. لكن الشغف هو شرارة بسيطة بتديك للطموح اللي انت عايز توصل له ده. هي معادلة بسيطة، طموح زائد شغف بيساوي نتيجة. ما ينفعش انت تيجي تشيل من هنا تشيل الطموح ده او تشيل الشغف ده، الاتنين مرتبطين ببعض. ولكن الحاجة الكبيرة اللي بتتركز عليها هو الطموح، ان انت يكون عندك طموح في الحاجة دي. الحمد لله ان انا بقيس الكلام ده على نفسي، ان ربنا اداني بصيرة في الحاجة اللي انا بحبها حاليا وبسعى لها من بدري، من بدري قوي. الحمد لله يعني ان ربنا اداني بصيرة ما اتأخرتش فيها، الا وهي اللغات والسوشيال ميديا والحاجات اللي انا بعشقها او بحبها ان انا بعملها. فيعني سبحان الله ربنا اداني بصيرة بدري. لكن قيس الكلام ده على نفسك، ايه هو طموحك بقى؟ يعني اقعد مع نفسك كده جلسة، يعني جلسة استراحية كده، وقول لنفسك زي ما انا سألت نفسي قبل كده، ايه اللي انا عايزه؟ ايه اللي انا عايز اوصل له في يوم من الايام؟ عايز اوصل لحاجة كويسة، خلاص يبقى انا لازم اجيب نفسي واجرب، اجرب ابدأ اجرب في 50 60 حاجة لغاية لما تلاقي نفسك. انا جربت في 50 60 حاجه، جربت في البرمجه، جربت في اللغات، وجربت في السوشيال ميديا، وجربت في الجرافيك، وجربت، بص جربت في كل حاجه، اتعلمت في كل حاجه، خدت كورسات في كل حاجه. بس اللي انا ارتحت له خالص هي اللغات، ان انا ببقى قاعد ب5 6 ساعات مبسوط. انت بص لو لاحظت في ورقه ورا اهي، الورقه البيضه اللي ورا دي الجدول ان انا اللي انا عامله في الايام بتاعت اللغات. هتلاقي اقل فتره من اللغات اللي انا بتعلمها هتلاقيها 6 ساعات. يعني انا بقعد اتعلم في اللغه الواحده 6 ساعات، سواء كان في الانجليزي او الاسباني او الالماني. فحاول ان انت تجد، يعني مش هقول لك شغفك، خلينا بقى اقول تجد طموحك. يعني حاول انت تجد طموحك بدري، علشان طول ما انت بتجد طموحك بدري بتحاول انت توصل لاكتر قدر من الحاجة دي بدري. يعني انت لو عايز تتعلم لغات فانت سنك دلوقتي 20 سنة، مع 25 تكون اتقنت 7 8 لغات في 5 سنين. وانت في سن كمان ايه 25 سنة، انت لسه صغير. لكن تعالى في 25 هتجد ان انت عايز تكون طموح في اللغات، خلينا نقيس على اللغات برضه. هتيجي في 5 سنين دول خلينا نوصل ل30، فانت كبير، كبير برضه 30 سنة. فحاول دايما ان انت تدور على نفسك بدري بدري. حاول دايما تعرف ان انت طموح بالحاجة دي، طموح بيها مش شغوف بيها. وخليك دايما عارف ان الشغف شرارة للطموح، الاتنين مش واحد. ولا الشغف هو الطموح ولا الطموح هو الشغف. ما يجيش واحد يضحك عليك في كورس تنمية بشرية يقول لك لازم تكون شغوف بالحاجة، لازم تكون شغوف بدي، لازم تكون شغوف بدي. مفيش الكلام ده، لازم تكون طموح. انا شخص طموح مش شخص شغوف. الشغف ده الحاجة اللي انت طموح بيها، قلت لك ان دي شرارة. فده كان ردي على الكومنت اللي هو ايه الفرق بين ان انت تكون شخص طموح وان انت تكون شخص عندك شغف. فبس كده، لغاية كده أكون خلصت الحلقة. ما تنساش بقى تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. سلام.